السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. بصوا يا جماعة، النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اهم حاجة كلنا بنفكر فيها اليومين دول: ازاي نمشي بيتنا بمصروف محدد، وفي نفس الوقت ناكل ونعيش ونحوش حتى لو حاجات بسيطة جدا. تمام؟ هقول لكم النهاردة قسمتها ومشيت بيها البيت، ممكن تعدلوا فيها حسب ظروفكم، بس دي هتديكم فكرة تمشوا عليها. افترض ان احنا معانا 3000 جنيه في الشهر، هنقسمهم ازاي؟ اول حاجه الاكل والشرب، اهم حاجه في البيت، لازم ليها ميزانيه ثابته، ودي اهم حاجه، خصوصا الاكل والشرب. 1200 جنيه ده للاكل والشرب، يعني كل اسبوع 300 جنيه للاكل والخزين. تحاولي على قد ما تقدري تعملي اكل بيتي وتشتري الاساسيات بس، زي رز ومكرونه، عيش وزيت وخضار، حاجات بسيطه من الفاكهه لو ممكن. تاني حاجة يا حبايبي، الفواتير وكروت الموبايل طبعا، والإنترنت هنقول معانا 500 جنيه، ومصاريف شخصية ونظافة البيت هنقول برضو معانا قولوا 500 جنيه، مواصلات لو بتحتاجي هنقول مثلا 300 جنيه. وطبعا لازم يكون في مبلغ للطوارئ أو التحويش، وده أهم حاجة حتى لو مبلغ صغير جدا. أنا خصصت 500 جنيه بصراحة للتحويش أو لأي ظروف مفاجأة طبعا. عارفة إن الدنيا صعبة والله العظيم بجد، والأسعار كل يوم بتزيد، بس والله لما تقسمي الفلوس وتعرفي كل جنيه رايح فين هتلاقي الدنيا ماشية معاكي أحسن. وحوشي حتى لو 50 جنيه في الأسبوع. أهم حاجة تعودوا بس نفسكم، قولولي انتوا بتمشوا بيتكم ازاي، ولو عايزين أعمل لكم فيديوهات تانية عن أفكار التوفير أو وصفات أكل بسيطة واقتصادية، استنوني يا حبايبي في فيديوهات جديدة، وخلينا دايما مع بعض نرتب حياتنا خطوة بخطوة. وده فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناة وتشجعوني كده بلايك حلو زيكم. السلام عليكم ورحمة الله.